قلت بقى الحق كده ايه قبل ما خلاص هما داخلين على الصينيه. ما اقولكوش من حلاوتها وجمالها، الصينيه كانت قربت تخلص، فحبيت اصور لكم قطعه كده اوريكم جمال الجلاش وحلاوه الجلاش. عايزه اقول لكم بقى، لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى تفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، ويا ريت تفعيل علامه الكل، ويا ريت كومنت حلو بيفرحني، والمشاركه في القناه. باي باي يا حبايب قلبي، باي باي. ازيكم يا احلى اخوات وبنات وامهات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلبي حبايب قلبي. بصوا بقى يا حبايبي، انا النهارده بقى قلت ايه، انا هعمل صينيه جلاش اقتصاديه بالخضار. بجد بقى اللي عندها اطفال ما بيحبوش نوع معين من الخضار، جربي بقى الطريقه دي. يعني انا حاطه في الصينيه دي كوسه، معظم اولادنا ما بيحبوش الكوسه، بس انا بشرة مع الخضار كوسه. صينيه اقتصاديه مغذيه، بجد مش هتكلفك اي حاجه، هنعملها مع بعض ومش هتاخد معاكي اي وقت. عايزه اقول لكم انا بشكركم على تدعيمكم، كل اللي بيدعمني اخواتي وحبايبي والامهات الجميله وبناتي من خارج مصر وداخل مصر، بحبكم قوي 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 يا حبايب قلبي. يلا بقى ما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، وتفعيل علامه الكل. وتعالوا بقى مع بعض نشوف ايه، هنعمل صينيه الجلاش اللي بالخضار دي الاقتصاديه الجميله اللي هي مش هتاخد معاكي اي وقت. واحلى حاجه فيها لو عندك اولاد كبار او اطفال ما بيحبوش نوع من معين من الخضار، لا هتقدري بقى ايه في وسط الخضار كده هتحطي النوع ده، لان معروف الخضار يا حبايبي مفيد للكبار وللصغار. بصوا بقى انا كده عايزه اوريكم انا مقطعه ايه في الصينيه دي من خضار. هنشوف مع بعض. الاول بقى ايه كده، انا شغلت البوتاجاز تمام. طبعا عشان ما اخدش الوقت من الفيديو، قطعت انا بشرت الخضار وهوريكم ايه انا بشر ايه. بصوا يا حبايبي انا عامله جزر، وعامله مقطعه جوانح كده بصل، ومقطعه برده بشره بصل، يعني بشره كده تقطيعه يعني بالمبشره، ومقطعه برده جوانح تمام. وطبعا عامله يعني بصوا عايزه اوريكم مقطعه بطاطس، ومقطعه برده ايه بشره ايه كوسه. عايزه اقول لكم الكوسه دي مشكله، يعني الكبار والصغيرين معظمهم ما بيحبوش الكوسه. ومقطعه طبعا فلفل رومي احمر، ومقطعه فلفل رومي اخضر زي ما انتم شايفين كده تمام. يبقى انا ايه مقطعه خضار ايه، عايزه اقول لكم بشره جزر، وطبعا مقطعه جوانح كده بصل، وبشره برده بصله كده ناعم في المبشره، ومقطعه فلفل احمر وفلفل اخضر، وطبعا ايه بشره برده كوسه وبشره بطاطس تمام. فتشكيله خضار بقى عسل عسل عسل. طبعا انا عامله الاكله دي زي ما انا قلت لكم كده اقتصاديه خفيفه. هنعمل كده ايه صينيه جلاش بالخضار. احط بقى ايه الزيت بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده اهو. اعلي بقى شويه كده النار. ما هو بصوا اقول لكم على حاجه، التغيير مطلوب. يعني انا خليني انا يوم ما عنديش لحمه مفرومه ونفسي اكل حاجه خفيفه، وعندي مثلا لفه جلاش ما اعملهاش، لا اعملها. وكمان عايزه اقول لكم زي ما انا قلت لكم كده احلى حاجه في الخضار، لو انت عندك اطفال ما بيحبوش الخضار قوي، واحنا عارفين الخضار مفيد جدا للكبار وللصغيرين، تقدري بقى ايه في وسط الزيطه بتاعت اللي انت بشرها بتاعت الخضار دي تحطي نوع خضار انت عارفه ايه اولادك مش بيحبوه. هتفضلي بقى تقلبي كده، سامعين الصوت الحلو ده؟ احنا عايزين بس ايه يعني بصوا نشوح خفيف كده الخضار، لان انا عايزاه برضو يدي ايه القطمه بتاعت لما بتيجي كده تقطعي بقى الجلاش وتاكلي كده مع الخضار مع الجلاش، يبقى فيه القطمه الجميله دي. هحط بقى توابل، عايزه اوريكم بقى التوابل.
توابل خفيفه جدا وبسيطه جدا وفي كل بيت. بصوا، ملح، فلفل، كزبره، بهارات 7 بهارات، مكعب مرقه، وملح وفلفل. شايفين؟ انا حاطه الملح على الفلفل يا حبايبي، اقولهم تاني على السريع: ملح وفلفل وكزبره وبابريكا وسنه شطه اهو. وانا برضو حاطه مكعب بيدي طعم كده ويدي ريحه. انتوا بقى عايزين تزودوا حاجه من عندكم براحتكم. وطبعا حاطه كزبره كده، سنه كزبره تدي ريحه للخضار بتاعنا. طبعا بقى هنفضل نقلب، هفضل بقى كده يعني نقلب شويه حلوين لحد كده ما تحسوا كده سامعين الطقطقه دي اللي في الخضار دي. فانا بقى عايزه الطقطقه دي تعلى معايا، يعني تعلى معايا. بقى يا حبايبي نحط مع بعضينا الخضار اللي انا شوحته. بصوا انا يعني شوحته كده تشويحه حلوه كده، تمام. وانا بقى رصيت جزء من الجلاش في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، تمام. طبعا دهنت الصينيه، انا دهنها الصراحه زيت، يعني انا حابه كده الوجبه دي تبقى اقتصاديه وخفيفه. وطبعا ما بين كل راق وراق من الجلاش دهنه كده دهنه يعني صغيره كده من الزيت، تمام. هنحط بقى مع بعضينا. بصوا هنحط بقى، يعني بسم الله ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم بجد بجد بقى اكله اقتصاديه مش هتاخد معاكي اي وقت. والخضار اللي انا حطاه متواجد عندك اكيد في تلاجتك، يعني هتلاقيه في التلاجة عندك موجود. طب يا مرمر انت حاطه تعالوا اقول لكم يا حبايبي انا حاطه انا حاطه زي ما انا قلت لكم كده وانا بشوح الخضار، حاطه بشره جزر، بشره بطاطس، بشره جزر وبطاطس، وبشره بصل، يعني بشرت بصلايه ورجعت قطعت بصلايه تانية كده جوانح، تمام. وقطعت كمان فلفل رومي احمر وفلفل اخضر جوانح، يعني اكيد بقى يعني، وبشره بطاطس، تمام. اكيد كل الخضار ده اكيد عندك في التلاجة. ولو عندك بقى لفه جلاش كده محتاره تعملي فيها ما عندكيش لحمه مفرومه، تقدري تعملي الاكله دي، مش هتاخد معاكي اي وقت، 5 دقايق بس هتبقى عامله احلى واطعم لفه جلاش بالخضار. بجد بجد مش هتاخد معاكي 5 دقايق حرفيا. بصوا اهو. وطبعا عايزه اقول لكم التوابل اللي انا كنت حطاها، طبعا حطيت ملح، فلفل، سنه شطه كده صغيره، حطيت 7 بهارات، مكعب مرقه، حطيت بابريكا، وحطيت شويه كزبره. بهارات بقى او التوابل زي ما انت حابه. اكيد برضو التوابل دي موجوده في اي بيت اساسي كده، في اي بيت، يعني مش حاطين حاجه زياده. شايفين عملنا عظمه بشويه خضار، عملنا عظمه. طبعا وبشرت كوسه مع الخضار ده، يعني حطيت الكوسه كده في وسط الخضار علشان اللي ما بيحبش الكوسه لا ياكلها، عشان الخضار كله طبعا احنا عارفين بيبقى مفيد للكبار وللصغيرين. وعايزه اقول لكم يا حبايب قلبي، انا وانا بشوح الخضار حطيت معلقه معجون طماطم، معلقه معجون طماطم. شايفين عملنا اكله اقتصاديه كده، يعني من اي خضار عندك في التلاجة، وحاجات اساسيه اكيد موجوده في كل بيت. طبعا البطاطس موجوده في كل بيت اساسي، الجزر، البصل، ربنا يجعل كده يعني بيوتكم كده عمرنا بالخير، الفلفل الرومي، حبيتين كوسه بشرناهم، يعني احنا ما جبناش اي حاجه من بره. طبعا انا هحط بقى الطبقه الثانيه، وبرده هوريكم خطوه بخطوه انا بعمل ايه. شايفين بقى يا حبايبي انا حطيت كده الطبقه الاخيره بتاعت الجلاش، وطبعا قطعت الجلاش قبل ما يخش الفرن، لان احنا كلنا عارفين الجلاش لو دخل الفرن وطلع صعب تقطيعه. فكده قطعت الجلاش
طبعا احنا عارفين في حاله بقى الجلاش ده لو باللحمه المفرومه عادي بقى بتعملي ايه، بتجيبي بيضه، وطبعا بتجيبي اللبن بتاعك وبتربي البيضه في قلب اللبن مع شويه ملح وفلفل كده، وبتبتدي تسقي ايه الجلاش قبل ما يخش الفرن. طبعا ده علشان يعني جلاش اقتصادي وباللحمه المفرومه، قلنا ايه هنعمله خفيف خفيف واقتصادي وصيامي كمان. انا كده بقى هدخل الجلاش الفرن، وبعد ما يطلع هوريكم احنا عملنا ايه. تعالوا بقى يا حبايبي اوريكم بعد ما طلعت الصينيه من الفرن. شايفين الحلاوه، شايفين الطعامه، عايزه اقول لكم كمان ولا الريحه. بصوا بصوا بصوا، عايزه بقى ايه اقطع كده معاكم قطعه كده ونشوفها مع بعض. نقطع مع بعض كده قطعه، يعني بأقل الامكانيات بشويه خضار عندنا في التلاجة عملنا اطعم صينيه جلاش بالخضار. حلاوه يا حبايبي وطعامه الجلاش. شايفين كانوا قربوا يخلصوا الصينيه، قلت الحق بقى ايه اصور لكم كده، ايه اصور لكم حته كده. شايفين عشان عايزه فعلا اوريكم جمال وحلاوه الجلاش اللي بالخضار. شايفين يا حبايبي، شايفين الطعمه، شايفين الخضار في وسط الجلاش عامل ازاي. بجد تحفه 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 بجد. يعني عايزه اقول لكم فعلا اكله اقتصاديه، فعلا مش هتاخد معاكم اي وقت. الخضار طبعا اللي انا عامله بيه الجلاش اكيد يعني في اي تلاجة موجود، في اي تلاجة وفي اي بيت. قلت بقى الحق كده ايه قبل ما خلاص هم داخلين على الصينيه. ما اقولكوش من حلاوتها وجمالها، الصينيه كانت قربت تخلص، فحبيت اصور لكم قطعه كده اوريكم جمال الجلاش وحلاوه الجلاش. عايزه اقول لكم بقى لو الفيديو عجبكم يا ريت بقى تفعيل زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، ويا ريت تفعيل علامه الكل، ويا ريت كومنت حلو بيفرحني، والمشاركه في القناه. باي باي يا حبايب قلبي، باي باي.